الحل بتاع بن قردان فين احنا؟ لا تعمل على نايب لا الحاضر ولا بتاع المستقبل ولا حد شيء، الحل راهو في ايدينا احنا يا جماعه، كل واحد من جيب بافكار بتصورات قاعده سمحه مطوله وواضحه ندرس ملفات، التنميه في بن قردان ما صارتش كيفاش تتصورها؟ كل واحد في ميدانه، في الصحه، في التنميه، في بعث مشاريع، كل واحد يعمل ملفات واضحه تدرس وتقدموها للحكومه من بعد غدوه ولا بعد روتين ولا بعد جمعه ولا كذا ارجيمونتي، معناها ما تلوحش ملف هكاك، معناها لا يلزمنا ملفات صحيحه وقويه ونعرف واش تشتغل ومصادرها كيفاش وين تمشي. راهو الحل يا جماعه مش في النايب ومش في مسؤول كبير ولا في وزير ولا الحل راهو في يديكم انتم. مسؤوليه بن قردان مشكله كبيره في الاطراف، والحل بتاع راس شدير لابد منه، كيما الحل مع زرزيس علاقه طيبه مع مدير مع تطوير لابد منها، هاك جارك الرابع فهمت؟ في حتى في معبر راس شدير مش هكاك مش حلو سيء، انا نتصور يعني حتى كي بن قردان يمشي بيخدم 50 بوابه، علاش هيك 50 بوابه ما تكونش على ارض؟ يجوا 50 من الناس يعدون ضربه واحده، لا لازم يوقف في الاولى والثانيه والثالثه وهبط وطلع وباسبورك وين وفتحت ولا هذه بالعكس معناها يلزم خدمات اخرى تتبدل العقليه نتاع معناها حتى راشدين الواش 50 كنترول، علاش هكا الكنترول ما يكونش على الارض معناها يجوا 50 يتعدوا ضربه واحده، يعني كل شيء يتبدل، لازم الناس تقعد فعلا ناس واعيين مثقفين يا خويا يعملوا قاعده واضحه ملفات وتصورات في كل شيء وتقدم الحكومه والحكومه لازم تنجز، وما شكون يسامحوني